شحال مره كنتي كتصلي حتى كتلقى راسك ساهي وما كاينش انت في صلاتك، انت كاين في واحد العالم اخر وكتفكر في حوايج اخرين. شحال مره وانت كتصلي ما كتحس بوالو من جهه هذاك الصلاه اللي كدير، وكتحس براسك فقط انك كتعاود نفس الحركات ونفس الهضره في كل مره. وشحال مره كتكون كتصلي حتى كتلقى راسك كتفكر في الزواقه نتاع الزربيه اللي قدامك. وشحال مره كتكون كتصلي حتى كتلقى راسك كتزرب في الصلاه، كتبدا كتصلي دغيا وكتقرا في القران دغيا وكتسجد دغيا كتركع دغيا، كدير كاع الحركات بالزربه فقط لانك انت زربان بغيتي تسالي وبداو رجليك كيضروك. وشحال من مره كتكون كتصلي حتى كتلقى راسك كتفكر في اشنو غدير من بعد الصلاه اكثر ما كتفكر في اشنو غدير دابا واشنو كدير دابا اللي هو الصلاه ديالك. وشحال من مره غادي تكون كتصلي نتايا ولا هذاك اللي حداك حتى تلقاه كيلعب وكيدير بحال هكا بالجسد نتاعو في كل خطره فقط لانه بدا كيشعر بالملل. وهذه المساله تقدر تكون طريق حتى نتايا. هذا الشيء كامل اللي قلت نتاع السهو، التشتت، عدم التركيز، عدم القدره على انك تفكر في اشنو كدير اللي هو الصلاه، من ملل، من سرعه في الاداء، كامل نتيجه لسبب واحد. هذا السبب هو عدم الخشوع. وحتى الله تيقولها وانها لكبيره الا على الخاشعين، يعني الصلاه فقط الخاشعين هما اللي يجيهم سهله، وفقط الخاشعين هما اللي يكونوا كيستلذوا وكيستمتعوا بها. اللي ما كيخشعوش في الصلاه بطبيعه الحال يجيهم الملل وهيسهاو ويتشتتوا ويكونوا كيفكروا في شي حوايج اخرين في امور الدنيا، وانهم فقط يبقاو يشوفوها ديما على اساس حركات رياضيه كديرها 5 المرات في النهار، مره 3 مره 4 مره 2، على حسب الصلاه واشنو فيها. هذه المسألة كاملة جاية من أنه ما كاينش خشوع في الصلاة. والخشوع هو حضور القلب والعقل والجسد كاملين بثلاثة كيتعاونوا باش يعطيونا الخشوع. القلب للأمان والطمأنينة، العقل للتدبر والتركيز، والجسد لتجسيد هذاك الشيء اللي في العقل وهذاك الشيء اللي في القلب. فهم بثلاثة كيخدموا كاملين باش يعطونا مفهوم الخشوع. وهذا الشيء قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. وأيضا الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الله سبحانه وتعالى كيربط النجاح والفلاح نتاع الصلاه نتاعك بمدى الخشوع نتاعك. فهنا كنفهموا بانه الجوده نتاع الصلاه نتاعك عندها واحد الارتباط واضح ووثيق بمدى الخشوع نتاعك في الصلاه. توضيح: الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي فريضة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة من عند الله. هي الفريضة الوحيدة اللي طلع الرسول صلى الله عليه وسلم تال عند الله باش يجيبها لنا حنايا. وهذا الشيء طرا في الرحلة الشهيرة، رحلة الإسراء والمعراج، من بعد واحد العام اللي سميتو عام الحزن. عام فين الرسول صلى الله عليه وسلم تأدب مزيان وداز عليه واحد الحزن شديد من بعد ما فقد جوج من أعز الناس عنده وجوج من بين أهم العناصر في حياته، السند النفسي والعاطفي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي أمنا خديجة، وكذلك عمه والدرع الحامي ديالو ابو طالب. ومن بعد الفقدان تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لهاد جوج الاشخاص من حياته تيتأزم بزاف في حياته وتيحزن بزاف عليهم، كذلك كيشتد عليه الاذى نتاع كفار قريش. ومور هاد الاحداث كتجي الرحله نتاعو للطائف، هي واحد المدينه اللي بعيده على مكه ب 100 كيلومتر. فهنايا الرسول صلى الله عليه وسلم في 52 عام هيخرج من مكه لمدينه الطائف باش يقلب على الحمايه وكذلك يبلغ رساله الاسلام. فتيمشي وتيتهان. الاكثر من هذا ان كبار هذيك المدينه تيتأذى منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما تيبغيوش يسلموا، فتيحرشوا الصبيان والحتال نتاع داك المجتمع وتيقول لهم رجموا هذاك السيد بالحجر. تيوقفوا جوج صفوف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وتيبقاو تيرجموه وتيزفوا عليه بالحجر وتابعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم تيهرب ولكن تيتأذى في قدمه وتيتضرب في قدمه وتيسيل الدم منه حتى انه تيولي تيأرج وما تيقدرش يتمشى عليه، تيهرب وتيتخبى. مور هذا الحدث ومور هذا الحزن الشديد وهذا العذاب كامل تينزل سيدنا جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقول لي بانني انا جيت باش ناخذك معايا عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الصعود نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم السماء باش يتلاقى مع الله، هنايا فين تيتكلم الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وتيفرض عليه فريضة الصلاة. فالصلاة ما جاتش لانها غيبة فرض، ولكن جات باش تخفف الحزن على اي مسلم من بعد سنين تاع الصبر نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسنين اللي دازو شداد عليه. الله ما تيجازيش بالفلوس ولا بكنز، ولكن تيجازيه بالصلاة. وهنايا باش تيفهم المسلم بانه شحال ما اشتد عليك المشاكل راه عندك رب يسمع ويرى. فخمسة المرات في النهار تيعيط عليك باش شحال ما كانوا عندك المشاكل خوي عليك قلبك وقول شنو عندك ودعي شحال ما قدرتي حيت هو يستجيب لك. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحنا بها يا بلال، ما قالش ارحنا منها. فالصلاة كتصليها باش ترتاح بها ماشي باش تهنى منها وتزرب عليها وتخليها وترتاح منها وتهنى منها. لا اكثر من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول وعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. وفي حديث آخر إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فالمرة الجاية فاش تكون كتصلي تفكر ديما بلي أنت كدير دابا خير الأعمال، وكذلك هاد الحاجة اللي كدير دابا هي أول حاجة تحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى غدا. فاش تكون كديرها ديرها بأحسن جودة ممكنة وتخشع فيها قدر المستطاع. الخشوع داير بحال شي عضلة، إلا تمرنتي عليه ودرتي عقلك فيه وركزتي عليه كيكبر وكيزيد يقوى عندك، ولكن الا نسيتيه وما بقيتيش كتفكر فيه وما بقيتيش كتخشع وكتركز عليه في الصلاه نتاعك كيضعف وما تيبقاش عندك. ومره اخرى حنا كنعرفوا باش تكون الجوده نتاع الصلاه نتاعك مزيانه خص يكون خشوع. فكيفاش يكون عندك خشوع مزيان واشنو هما الحوايج اللي كيخسروا لك الخشوع نتاعك؟ اولا خصنا نديروا واحد التقسيم فيه 3 المراحل: ما قبل الصلاه، اثناء الصلاه،
وما بعد الصلاة ما يمكنش تكون كتسكرولي ولا تكون كتصنت الموسيقى ولا كتفرج في الإباحية بجميع أشكالها، سواء إباحية مخففة في وسائل التواصل الاجتماعي أو داخل شي موقع إباحي. وما يمكنش أيضا تكون كتشاطي وكتهضر بشي طريقة أو بشي حب اللي حنا عارفين بأنه لا أساس له من الصحة، وتبغي تنوض ديك الساعة تمشي تصلي وتحس بالخشوع وما تفكرش في هذاك الشيء اللي كان تيدور في قبل من الصلاة ديالك. ما يمكنش تكوني مجمعة في شي وحدة وتكوني كتنممي نتيا وشي وحدة في شي بنت اخرى وتنوضي لصلاتك ديريكت بلا ما يكون عقلك مشغول مع اشنو غادي تجاوبك صاحبتك ولا مع اشنو غتقول لك على هذيك السيده اللي كتنمموا فيها. ما يمكنش تكوني ولا تكون كتسنى شي واحد يجاوبك ولا شي وحده تجاوبك على ميساج كنبغيك وتمشي تصلي بواحد القلب اللي سليم وواحد الذهن اللي صافي وما كتفكرش في اشنو هو الجواب نتاعو ولا الجواب نتاع على هذيك الهضره. فمساله الخشوع عندها واحد العلاقه وطيده مع اشنو كنتي كدير قبل، لانه الا كنتي كدير شي حاجه اللي غتكون شاغله ليك بالك ما يمكنش تنوض وتمشي تصلي وتدخل عند الله بواحد القلب اللي سليم وواحد العقل اللي صافي انك هي كتصلي. ما يمكنش. بحال كتقول لي واحد الطوموبيله جايه ب 180 كيلومتر في الساعه وفاش تبغي تفراني بغيتيها توقف في هذيك البلاصه فين فرانيتي، ضروري كيخصها واحد الوقت اللي غتاخذو باش تفراني فيه وتاخذ وقتها. فنفس الحاجه بالنسبه لدماغك، نفس الحاجه بالنسبه لقلبك، نفس الحاجه بالنسبه للجسد نتاعك من تغيرات هرمونيه ومن هذوك الاحاسيس اللي كيحس. فكتعطي واحد الوقت لقلبك ولعقلك. ولكن كيفاش؟ هنا فين تيجي دور الاذان. والاذان فاش كيحضر هنا كتفهم بانه جا الوقت باش تحط اي حاجه اخرى وتفهم بانه جا الوقت باش تقابل مع الله سبحانه وتعالى. خاصك تفكر فيها بهذا الشكل هذا باش تبدا كتطلع هذاك الاحساس بالخشوع. انا راه غادي نتقابل مع الله. الا قالوا لك دابا غتلاقى مع الوزير نتاع شي دوله ولا غتلاقى مع الملك نتاع شي بلاد، واش ما كنتيش هتلبس احسن حاجه عندك؟ ما كنتيش هدير احسن ريحه عندك؟ ما كنتيش هتكون هاز من الوقت انك تمشي في الوقت، انك ما تعطلش عليه؟ غتمشي تسول اشنو هي الحاجه اللي ما كيعجبش يسمع، اشنو هي الحاجه اللي ما كيعجبش يشوف، اشنو هي الحاجه اللي ما كتعجبوش ياكل. فهاد الشيء كامل غتوجدو وتقدر توجد ليه احسن الاكلات وتديها ليه وتطلع فيه وتمشي باحسن حله وتمشي في الوقت فقط لانك قال لك غتلاقى مع ملك واحد البلاد ووزير واحد البلاد. فما بالك الاله نتاع هذا الخلق كامل. نفس الحاجه بالنسبه لله. فانا غادي بنتلاقى مع الله. دابا كاين الاذان اللي كيقول لي بانني وجد راسك راه تمشي تلاقى مع الله. فمن بعد ما سمعتي الاذان حطيتي كاع داكشي اللي في يديك، خليتي عقلك يهدى، خليتي قلبك يهدى، خليتي الجسد نتاعك يرتاح. وهنا كيجي الدور نتاع الوضوء. علاش كاين الوضوء؟ الوضوء كنتوضاو بالماء كما تنعرفوا. وعلاش كنتوضاو بالماء؟ لان الماء كيجدد الطاقه نتاع الجسم. غالبا فاش كتوضا الوضوء الاكبر، وهذه راه يتفق معايا كلشي، فاش كتوضا الوضوء الاكبر كتحس بذاتك كما تيقولوا المغاربه كيخففوا عليك عظامك، كتحس براسك خفافيتي، كتحس براسك عندك واحد الانرجي، كتحس براسك بصح نقيتي. نفس الحاجه بالنسبه للوضوء الاصغر. الوضوء الاصغر فاش كيقيسك هذاك الماء كتحس براسك صافي نخرطي في هذاك الجو نتاع الصلاه، كتحس براسك بلا بصح غادي في واحد الطريق، بلا بدا التركيز، بدا الخشوع، بلا انا كنتوضا باش نطهر من كاع دوك الاوساخ اللي قاسوا يديا، قاسوا نيفي، قاسوا فمي، قاسوا وجهي كامل، راسي، ودنيا، رجليا. فين ما مشيت برجليا اش ما قاست يديا، اش ما شفت عينيا، اش ما شم نيفي، اش ما كلا فمي، اش ما سمع ودنيا، اش ما داز على راسي من افكار، كنمسح على راسي باش داكشي كامل تاع الافكار السلبيه وكاع دوك الافكار كيتمحاو. وهادشي كنديرو باش نوجد راسي للصلاه، حيت غادي نتقابل مع مول الشي الله سبحانه وتعالى. فملي كدوز هاد المراحل وانت خليتي قلبك يهدى، خليتي عقلك يهدى، خليتي الجسد نتاعك يهدى، وزدتي جددتي الطاقه نتاع الجسد نتاعك بالوضوء، كذلك ملي ادى الاذان قلتي هذاك الدعاء المخصص اللي كيتقال مورا الاذان، ما غاديش نقولو حيت خص بنادم يقلب عليه. فقلتي هذاك الدعاء، هنا كتحس براسك بلا بصح بديتي كتدخل في الخشوع، انك راه غادي بتلاقى مع المصدر، مع الخالق سبحانه وتعالى، ماشي مع اي واحد. فكتلبس احسن حاجه عندك وكتوجه للمسجد، ولا تقدر تصلي في الدار فكتكون في المسجد، ولا كتختار تصليها في الدار. واول حاجه كدير هي تكبيره الاحرام. فتكبيره الاحرام هي اول ركن من اركان الصلاه، وتسمات بتكبيره الاحرام لانها كتحرم اي حاجه كانت مباحه قبل ما تقال هي او قبل ما تقولها نتايا، بحال الاكل، بحال الشرب، بحال الكلام الى اخره. فهي ملي كتقال كتحرم عليك شحال من حاجه كانت مباحه قبل ما تقال، لذلك تسمات بتكبيره الاحرام. وهنايا كتفهمها من جات، وهنايا كتفهمها شنو قلتي، لذلك كتولي كتعامل بواحد المنطلق اخر. انا قلت شي حاجه اللي هنفتتح بها واحد العمل اللي هو اول عمل انتحسب عليه كما قلنا في الاول، وهو خير الاعمال ديالي. فانا قلت شي حاجه اللي حرمت عليا شحال من حاجه كنت كندير، فما بقاش هذاك اللعب، ما بقاش هذاك التزعليل، ما بقاش هذاك الملل، ما بقاش هذاك السهو، ما بقاش نفكر في شي حاجه اللي ما لايقاش. دابا وقت التركيز،
تاني حاجه اللي خصك دير اثناء الصلاه اللي تزيد في الخشوع نتاعك هي التدبر، وهذه مشكله اللي كنلقاها تيفقدها بزاف نتاع الناس. في كل صلاه تيتعاودوا بزاف نتاع الحوايج، منهم سوره الفاتحه اللي هي 7 المثاني، وتسمات ب7 المثاني لانها كتعاود، فهي في كل صلاه كتعاود. والمشكله في هاد الحاجه هذه هي انها ملي كتبدا كتعاود الحاجه كتبدا كتحسك بالملل فقط انك حافظها، وانك كدير شي حاجه اللي عندك واحد الولف عليها، فما كتبقاش عندها قيمه. ولكن الا في كل صلاه كنتي كتهضر بشويه، كتقرا الصوره بشويه، اي صوره الفاتحه والصوره كنتي كتقراهم بشويه، وكتقرا الايات بشويه، وبصح كتدبر في كل ايه. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكتدبر في هاد الافكار، كتدبر في الكلام نتاع الله اللي واقف قدامك، وبصح كتحس بيه بانه الله نعم عليك بالصراط المستقيم، ماشي انت هادوك المغضوب عليهم ولا هادوك الضالين، انت يا من اللي نعم عليهم. وكتزيد تحمدو، وكتزيد تستمتع، وكتستحلى بانك كاين في الصلاه، كاين في الصراط المستقيم. فالتدبر مساله مهمه داخل الصلاه، وهذا الشيء اللي يدوزنا النقطه الثالثه اثناء الصلاه، وهو الريتم باش كتصلي. فإلا كنتي كتزرب فقط لأنها تابعك شي حاجة، إلا كنتي كتزرب فقط لأنك بغيت تسالي هذيك الصلاة، إلا كنتي كتزرب حيت جاتك الحكة، ولا كتزرب حيت ضروك رجليك، فهي صلاة ما فيهاش خشوع. انت راه امام الخالق، فالريتم نتاعك خصو يكون بشويه بشويه عليك، مطمئن في الذات نتاعك، وعاجبك الحال، انت تستمتع وكتستارح في نفس الوقت، فهي راحه ارحنا بها يا بلال. فانت عاجبك الحال ومسارح وبشويه عليك بايه بايه، شنو قال الله في هذه الايه، شنو قال الله في هذه الايه، الا قدرت نجود كان احسن. وفي كل مره كدير شي حاجه ماشي حين تحافظها ولا حين شفتي شي شيخ تيقول لك كيفاش تصلي، ولكن حين انت بصح كتحس بهذاك الشيء، هذاك الشيء كامل كتحس به، ماشي كديرو حين مفروض عليك ولا حين تبزز منك ولا حين بالجميل بغيتي تصلي وتمشي في حالك. ففي نهايه المطاف راه حنا اللي محتاجين الصلاه، وحنا اللي محتاجين العباده. الله ما محتاجش الصلاه نتاعنا، هو في غنى على هذاك الشيء. وخصنا نفهموا بلي اثناء الصلاه الله سبحانه وتعالى كيحط لك ذنوبك على ظهرك، مع كل ركعه وكل سجده كيتساقطوا منك الذنوب. فهذه حاجه بوحدها تخليك تمشي كتجري في كل مره يأذن الاذان وانت بصح خاشع وبغيتي ومستمتع انك كطيح هذوك الذنوب اللي درتي، وحنا كلنا عامرين ذنوب، كطيح هذوك الذنوب مع كل سجده ومع كل ركعه، فتاخذ وقتك وتكون مستمتع انك كدير هذا النوع نتاع العباده. ملي تصلي وتسالي ما تنوضش تمشي كتجري وتنصرف بسرعه من المسجد ولا من بلاصتك، خليك في بلاصتك، تمعن في اشنو درتي، واعرف بانك درتي واحد الفعل اللي اول افعال اللي تحاسب عليهم. عرف كذلك بانك درتي خير الافعال، وانك كنتي بحال كنتي واقف قدام الله سبحانه وتعالى. فإلا كنتي غادي ترجع للذنب نتاعك مره اخرى، ولا كنتي غادي تمشي كتجري تلاها بالحياه الدنيا على الله سبحانه وتعالى، فهذا مشكل. وهذا كنفهموا به بان الصلاه نتاعك، الصلاه اللي ما كتنهاكش على الفحشاء والمنكر، فهي ماشي صلاه. من هنا كنفهموا بانك نتايا ما كتستمتعش بالصلاه نتاعك عفوا، وكذلك ما عندكش واحد التركيز في الصلاه نتاعك، ما عرفتش شنو كنتي كدير. فملي كتكون خاشع في الصلاه نتاعك، الصلاه نتاعك بطبيعه الحال ما تقولكش تكمل هذاك الشيء اللي كنتي كدير في التليفون، ما تقولكش بلا نوض عاود رجع هز هذاك الفيلم الاباحي اللي كنتي كتفرج فيه، ما تقولش لك نوض سكرولي شوف البنات كيشطحوا، ما تقولش لك نوضي عاودي رجعي نمي انت وصاحبتك في هذيك السيده. هادشي كامل الصلاه كتقول لك ما غاديش ديرو. ولكن الا كنتي خاشع وجيتي بواحد القلب اللي سليم ونقي، فالصلاه مره اخرى ملي تساليها ما بعد الصلاه جلس في بلاصتك، كاينين ادعيه مخصصه ما بعد الصلاه، استغفر، سبح، حمد الله على انك قدرتي دير هذه العباده، حيت كاين اللي مشى دابا من الحياه الدنيا وما بقاتش عنده فرصه فانه يقدر يمارس هذه العباده. في نهايه المطاف عزيزي المشاهد، حنايا متبوعين ومفروض علينا الصلاه على كل من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فقط انك مسلم هذا كيعني بانك مفروض عليك الصلاه، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وهنايا تيقصد بينه وبينهم حنايا المسلمين والكفار، واللي تركها فقد كفر. فمرة أخرى مازال عندك الوقت، وأهم حاجة عندك واحد الرب اللي غفور ورحيم. إلا ما كنتيش كتصلي سنين هادي، يمكن جا الوقت وجا هاد الفيديو باش يفكرك بأنك مازال قادر تصلي ومازال قادر تمحي كاع دوك الذنوب اللي دوزتي في حياتك. فرجع صلي وحافظ عليها في وقتها، مرة 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 مرة، وعاون راسك بهاد الحلول اللي عطيتك في هاد الفيديو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نفعك. الله يسهل عليك.